قبل ما تتفرج على الفيديو ده للاخر ما تتبسطش لوحدك، ما تنساش تعمل منشن وشير اللي عايزه يروح معايا. رحت اتسحر على عربيه فول وهقول لكم في الاخر المكان فين. ما شاء الله المكان كان زحمه قوي وكل الفئات هناك هتلاقيها. نخش على الفول من القدر على الكيس وبيتحوج منه فيه. تاني حاجه بيتحوج في الطبق وبيتحط عليه كل حاجه زي ما انت شايف كده من تتبيله وتحويجه، وده للسندوتشات. البيض بقى كلام تاني، بيتعمل قدامك ويفتح النفس بالبسطرمه وعليه خضار وممكن خضار بس، وفي الاخر بقى لو انت عايزه ساده خالص. دي بقى الاختراع عندهم، بطاطس جمبري، واظن في ناس كتير كده عرفت المكان. ولا العيش بقى بيخرج من الفرن عليك على طول. تالت طريقه بقى لتحويجه الفول من القدر للطبق، وبيحوج الطبق زي ما انت عايزه بالدقه وزيت الحار، عايزه بالزيت الحلو، عايزه بالسمنه، عايزه بالبيض. كده انا الحمد لله جوعت على الاخر، وهوب سكالوب انا كده جاهز. تقريبا كده طلبنا كل حاجه عندهم. يلا بينا بسم الله. بدات بالاختراع بطاطس جمبري، وفعلا اختراع. البطاطس الكلام وليد. صح فريسكس. نخش بقى على المهم، طبق الفول بالزيت الحار وعليه الدقه بتاعتهم بالنسبه لي كان صايع وجامد جدا. الفول بالسجق للاسف ما عجبنيش خالص. الفول بالليه بقى انا ماليش فيه، بس عجب نور صاحبي قوي. الفول بالسمنه عليه عصره ليمون كان عالمي. عربيه فول وحيد لغيت لفكره ان انا عشان اعيش اجواء رمضان واكل اكله حلوه لازم ادفع كتير.